السلام عليكم، والنهارده هنتكلم عن تفاصيل خروج النادي الأهلي من أسهل كأس عالم للأندية شارك فيه، وحسرة الأهلي على إن ده هيبقى أسهل كأس عالم وآخر كأس عالم بالنظام ده هيشارك فيه الأهلي. حد يقول لي احنا ممكن ناخد بطولة أفريقيا السنة دي ونشارك بنفس النظام القديم اللي هو لآخر سنة، هقول له انسى. الأهلي بالطريقة دي مش هياخد أفريقيا السنة دي، وأنا متأكد إن الأهلي مش هياخد أفريقيا السنة دي. مش بقطع فيه والله، بس المستوى اللي احنا بنشوفه ده مش مستوى فريق هياخد افريقيا السنه دي، خلاص هو شكرا. بس انا هقول لك شويه تفاصيل بسيطه كده. سبب هزيمه الاهلي في كاس العالم ده، اللي المفروض بصراحه انا لو من كابتن محمود الخطيب هقول لهم يا جدعان ده اخر كاس عالم لازم نتالق فيه. فاروح اما اسافر السعوديه بعمل قرارين مهمين. القرار الاولاني اني بسحب التليفونات من الفرقه كلها. هقول لهم هم 4 ايام ما بين الماتشين، ما بين ماتش الاتحاد وما بين ماتش فلومنسي، فانا هاخد منهم التليفونات، لاني مش بعد الفوز على الاتحاد الاقي كل اللعيبه منزله ستوري وكل اللعيبه مبسوطه وكل اللعيبه عماله تهني وتنزل وبتاع، وقعدنا يوم ويومين نهجص على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر وناسيين بقى ايه الدنيا كلها. فيا جدعان الغلطه بتاعت الاداره والله العظيم بجد دي غلطه كبيره. ده معسكر 4 ايام سجن. انت مش هتاخد التليفون الا بعد ما تعدي فلومنسي وتخش النهائي. هديك التليفون بتاعك، لكن في ال4 ايام دول شغل. الحاجه التانيه، حنة ام شيماء اللي كانت موجوده، انا شايف كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي ومجلس الاداره قاعد مع اللعيبه في الملعب وعمالين يهزروا ويضحكوا وبتاع كانهم خدوا كاس العالم. يا جدعان ما ينفعش دول 4 ايام، يعني كانهم في انت شغال في صحراء. اللي هو بص بقول لك ايه، انا مش هسيب، مش هعتقد. كسبت الاتحاد شكرا. الماتش الجاي مع فريق برازيلي تكسبه تصعد النهائي نهيص يبقى اللي ده الاحتفال. انت وصلت للنهائي لاول مره في تاريخ. انت لعبت 9 مرات كاس العالم للانديه. ال9 مرات اكبر يعني نتيجه عملتها جبت التالت، برغم ان مازيمبي لعب مره واحده بس في كاس العالم للانديه، اخد التاني. يعني مره واحده، انت لعبت 9 ما وصلتش التاني خالص. هو لعب مره وصل التاني. الرجاء لعب مره وصل التاني. فخلي بالكوا في ناس عملت انجازات كبيره جدا 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 وانت مش واخد بالك منها. فانا كنت انا ككابتن محمود الخطيب او الاداره والجهاز الفني، يا جدعان هم 4 ايام في صحراء في سجن. امسكوا نفسكوا ركزوا في الماتش بس. دي الحاجه الاولانيه اللي هي خاصه بالاداره وخاصه بالجهاز الفني. نتكلم بقى عن سبب الهزيمه النهارده، مع ان الاهلي لعب ماتش حلو. ان اولا اللعيبه افرطت فرحه ماتش الاتحاد جدا، يعني فرحت قوي وخلاص الموضوع انتهى. هي كده كسبت البلاي ستيشن بتاع الاتحاد اللي هو اصلا فرقه وهميه. انت لو خدت بالك ان اصلا هو لسه مغلوب من ضمك 3-1 برضه عادي يعني بيتغلب. عامل زي بيراميدز عندنا، ما هو هي نفس التركيبه السعوديه. ما هو بيراميدز دي ايه مش تركيبه سعوديه برضه؟ كان تركي آل الشيخ اللي عملها نفس التركيبه، اللي هو تحس ان هو عملاق بس هو واخد هوا حقن هوا، بيتغلب من طوب الارض. مع عندنا بيراميدز بيتغلب من طوب الارض يعني. ايه البطوله اللي خدها بيراميدز يعني، مع انه عنده احسن لعيبه في مصر وافريقيا بقاله 5 سنين. ده اللي حصل في الاتحاد. فلما اهلي لما كسبوا قال لك بس انا عملت اللي ما يتعملش، وده غلط. الغلطه التانيه بتاعت كولر بقى النهارده. يعني انت بتلعب ماتش حلو وماسك الكوره شويه، ما قدرتش تدوس وتجيب جون. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت ما اديتش ثقه للاعيبتك. خلي بالك من حاجه، انا راجل شغال موظف او شغال عند حد او قلت لاصحابي الاهلاويه الخازوق ان كولر مش دارس المدرب. المدرب ده بيلعب كوره عامله زي كوره سان داونز، اللي هو انت مش عارف مين واقف فين وبيلعب فين. يعني انت لو النهارده بصيت على الفريق البرازيلي، اقسم بالله سان داونز بيلعب الاهلي. لبس الفريق البرازيلي ده اصفر النهارده هتحس ان الاهلي كان بيلعب سان داونز، نفس التركيبه ونفس الفكره ونفس كل حاجه. وانا قايل من قبل الماتش ان انتوا هتلعبوا فريق عامل زي سان داونز بنفس دماغ مدرب سان داونز. يعني انا فاهم وكولر مش فاهم ان انت هتلاعب فريق بيطلع بالكره من تحت بكل اريحيه. ما عندوش تمركز، عنده لا مركزيه، يعني ما تعرفش ده في النص وده لو قلب وينج مره واحده وده بقى مهاجم مره واحده. ما تعرفش اي حاجه. انا فاهم ده وكولر مش فاهمه. كولر مش فاهمه. طيب لعبت ماتش وضيعت جون وضيعت التاني وكان ماتش سهل بالنسبه لك، مش مركز ليه؟ ما بتضغطش على لعيبتك ليه انك ما تخليهاش تسرح في الماتش؟ في لعيبه الاهلي كانت بتسرح في الماتش كتير، بيسرحوا.
النهارده مدرب الفريق البرازيلي لعبك نفسيا، هو حط لك مارسيلو وحط لك كينو، والاثنين ما لعبوش في الماتش اصلا، اقسم بالله العظيم اسوأ اتنين كانوا في الماتش، بس هو لعب بيهم نفسيا. طب لما غيرهم ونزل اتنين تاني، نزل دواهي. يعني انا بقيت اقول ده لما دول جماد قوي كده قاعدين بره ليه؟ قلت هو ذكي لعبهم نفسيا، هم عارفين مارسيلو وعارفين كينو، فلعبهم نفسيا بيه. طبعا انتوا عارفين ان انا لو من كولر بعد اول 10 دقائق قلت لهم سيبكم من كينو وسيبكم من مارسيلو، ما تعملهمش اي اهتمام، هاجموا، اشتغلوا، واضغط ودوس ومفيش. يا مارسيلو ايه يا عم؟ مارسيلو ده جاي من عند حبايب السيد، ناقص له جلابيه ودكه ويقعد يعد الكور بره ايه، عامل له هبه يوم ممسكه وبيلعب عليه اتنين. ايه يا عم مارسيلو ايه؟ ولا كينو ايه؟ كينو ده في الضياع. احنا كنا واخدين باك جراوند على كينو ان هو كينو ده بتاع بيراميدز، بلح مفيش اي حاجه. والله العظيم الواد اللي نزل مكانه رقم 9 اعتقد، يخرب بيت امه طياره نفاسه. قلت لما ده جامد قوي كده نقعده بره ليه؟ ماشي. والغلطه بقى المهمه هي اللي فرقت في الماتش، اللي وانا قاعد مع اصحابي والله كنا سارقين نت، يعني احنا سارقين نت بنتفرج على الماتش واحنا سارقين نت. قلت لاصحابي ايه ده؟ مطلع كهربا ومطلع بيرسي تاو، ده كده بيسلم الاهلي للفريق البرازيلي. قالوا لي يا عم لا، قلت لهم اقسم بالله ما هو بيرسي تاو وكهربا بيهاجموا بيجروا، فكل واحد بيسحب معاه مدافع ولا يسحب معاه اتنين مدافعين، فيدي مساحه للشحات. فكده انت خلاص انت قتلت الشحات. وفعلا بعد ما طلع عمل التغيير دوت، لا شفنا شحات ولا شفنا طاهر، ولا اللي هي الكوره بتاعت طاهر بس وشكرا وتمام التمام. فانت يا عم كولر سلمت الاهلي النهارده للفريق البرازيلي. ورساله بقى للكابتن ابراهيم فايق اللي النهارده شفته، انا بحترمه طبعا كل حاجه، بيقول لك ايه اللي يقول ان كولر مدرب وحش يبقى ما بيفهمش كوره. احنا ما قلناش كولر مدرب وحش، احنا بنقول انه كنت تبقى حلو جدا بس في ماتش تهجص، ماتش تبقى مش دون المستوى، ماتش انت النهارده فلت منك عادي جدا على فكره، عادي جدا، مدربين كبار جدا والماتشات تفلت منهم. فكولر النهارده الماتش فلت منه. انت التغييره بتاعت بيرسي تاو وكهربا، مع ان كهربا سيء بس على الاقل كان بيجري، بياخد معاه مدافع او اتنين مدافعين بيجروا معاه، وبيرسي تاو لما يجري بياخد معاه مدافع او اتنين مدافعين معاه. فاذا لما ده يجري وده يجري، ده بياخد معاه اتنين مدافعين وده بياخد معاه مدافع، خد معاه ثلاثه، تلاقي في مساحات لحسين الشحات يجري. طلعت دول مفيش بقى، خلاص هم هرشوا، مفيش حسين الشحات، ما شفناش حسين الشحات اصلا. فدي غلطه كولر وغلطه الاداره، وهو دي السبب في الهزيمه النهارده. وقلت لكم ده اسهل كاس عالم الاهلي هيحضر فيه بالاهلي، بعد كده مفيش بقى، هتلاقي بعد كده خلاص بقى بتوع اسيا وبتوع اوروبا وبتوع الليبرتادوريس وهم ده خلاص بقى كاس عالم كبير بقى. فدي كانت اخر فرصه للنادي الاهلي. خلاص انا قلت اللي عندي، ومستني منك بقى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الاهلي وعن الزمالك، وهنتكلم كوره، تفاصيل كوره، هكلمك حاجات بره الصندوق. خلاص، يلا سلام عليكم.